السلام عليكم مشاهدينا. اليوم راح نديرو بيتزا كوبر بالعجينه المورقه اللي كنتو شفتوني صنعتها في الفيديو. عجينه مورقه تحفه ما شاء الله، البنه الخفه رهيفه بالبزاف. نروحو نبداو نفتحو العجينه تاعنا. نبداو نفتحو العجينه تاعنا غير بالشوي. انا فتحتها بهذا السمك وتحصلت على 2 طبقات. نثقبوا العجينه نتاعنا ونديروا الحشوه نتاعنا اللي هي الشكشوكه عاديه، يعني بصل وطماطيشه، ونربيو الفرماج. انا حطيت عليها كان عندي شويه دجاج طيب حطيته مع الشكشوكه. نروح نزيدو نغطيو بالجهه الاخرى ونسويو العجينه تاعنا مليح. وبعد ما سوينا الكوكا تاعنا يعني نديرو لها كيما نقولوا فتوحات صغار من فوق، ما نمشيوش السكين حتى لداخل، لا من فوق برك كي شغل نديرو خط، يعني لو كان نمشيو فيها السكين لتحت راح تفتح معنا الكوكا تاعنا ويسيح لنا الحشو كامل. هنا الخطوط هذو باش نعينو حبات كيما نقولوا حبات الكوكا. شوفوا راني غير بالعقل من فوق. عندي هنايا صفار بيض مع قطرات من الخل، ندهنوا العجين تاعنا من فوق او الكوكا تاعنا من فوق. لازم ندهنوها كامل بالصفار. نروحو نزينو الكوكا تاعنا. وهنا الفور تاعي انا بطبيعه الحال راه عنده نص ساعه هو سخون، باسكو الكوكا تاعنا تدخل لفور سخون ما تطولش، يعني ماكسيمو 10 دقائق، اقل من 10 دقائق تكون الكوكا تاعنا واجده كي يكون الفور سخون بالبزاف. وهنا راه زينا الكوكا تاعنا، شوفوا طريقه يعني جات كوكا روعه تحفه. وهنا الكوكا تاعنا راهي وجدت، قلت لكم ما تطولش معنا في الفور كي يكون سخون. ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا التوريق تاع الكوكا تاعنا كيفاش راه. ربي يبارك تحفه. هذه كوكا قلت لكم ديروها شوفوا جربوها وردوا لي بالخبر. نروحوا نفتحوا الكوكا تاعنا ونشوفوا كيفاش جاتنا من داخل التوريق نتاعها وكيفاش جاتنا من داخل. الكوكا تاعنا هنا راه مازالت سخونه. شوفوا كيفاش جاتنا الله يبارك. جاتنا خفيفه خفيفه خفيفه، عجينه ولا اروع، عجينه بنينه بالبزاف. شوفوا كيفاش جانا الحشو تاعها، ايضا حشو بسيط ولكن المذاق نتاعو رائع.
نروحوا نفسخوا مع بعض نشوفوا الكوكا تاعنا كيفاه خرجت. شوفوا كيفاش جاتنا مورقه العجينه تاعنا. وهنا هاي الكوكا تاعنا بعد ما جهزناها وخدمناها امامكم، ودرنا ايضا لاباط فيتي امامكم، وهي النتيجه تاع العجينه المورقه اللي كنتوا شفتوني كيفاش خدمتها بابسط الطرق واسهل الطرق. يعني العجينه ناجحه. ما بقى لي غير نقول لكم شكرا لمتابعتكم، ان شاء الله تستفادوا من كل حاجه نحطوها لكم، وان شاء الله تجربوا هذه الكوكا على طريقه ملوكه وتنجحوا فيها. ونلتقي في وصفات اخرى، والسلام عليكم.